خط قطة لو حرك الباب الستارة، لو حرك الهواء الستارة نافذته والله لارتجف قلبه، والله لارتعدت فرائصه، وقام وأغلق الجهاز ثم قام لينظر من ثقب الباب هل استيقظ طفله ابن الثالثة، هل استيقظت طفلته بنت الرابعة. يا مسكين، تخشى من أن تراك ابنتك ولا تخشى من أن يراك الملك الذي يعلم السر وأخفى. يا مسكين، جعلت الله أهون الناظرين إليك، جعلت الملك أهون الناظرين إليك. تجرأت عليه بالزنا، وتجرأت عليه بشرب الخمر، وتجرأت عليه بسب أمك وضرب والدك، وتجرأت عليه بأكل أموال اليتامى، وتجرأت عليه بعري امرأتك على شاطئ من شواطئ البحار، وتجرأت عليه بالظلم في منصبك الذي أنت فيه، وتجرأت عليه بأي صورة من صور الذنوب والمعاصي، وجعلته جل جلاله أهون الناظرين إليك. يا نفس إن كنت تعتقدين أن الملك لا يراك وأنت مصرة ومقيمة على معاصيه، إن كنت تعتقدين أنه لا يراك فما أعظم كفرك به جل جلاله. وإن كنت تعلمين يقينا أنه يراك وأنت مقيمة ومصرة على الذنوب والمعاصي فما أقل حياءك منه جل جلاله، ما أقل حياءك منه جل جلاله. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني، ما قولك له إن وقفت بين يديه جل جلاله، إن وقفت بين يديه عاريا من كل منصب، من كل مال، من كل جاه ووجاهة، من كل قوة، ماذا سيكون جوابك أيها المسكين بين يدي الملك الحق تبارك وتعالى رب العالمين؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في الخلوة يبدأ بانتهاك الحرمة. وانتهاك حرمة الملك ذنب عظيم.